ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السيدات والسادة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نرحب بكم أجمل ترحيب، وما زلنا في قضايا إريتريا حول الموضوع المستمر والموضوع الذي لا زال يغض مضاجع الناس والمسلمين على وجه الخصوص، ألا وهو موضوع الإشكالات الأسرية وتكاثرها في الآونة الأخيرة. لا شك أننا إذا بحثنا في أسباب هذه الإشكالات سنجد أنها أسباب كثيرة، وربما بعض الناس يحيلها إلى الأسباب النفسية ثم يذهب إلى الأطباء النفسانيين ربما. ولكن إذا نظرنا إليها نظرة متفحصة وقلبنا النظر فيها كثيرا سنعرف أن أهم سبب هو البعد عن دين الإسلام، أو البعد عن تعاليم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا واردة إلا بينها، سواء كان من خلال القرآن الكريم أو من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبالتالي البعد عن هذا المنهاج يتسبب في إشكالات كثيرة على وجه العموم، ويتسبب في إشكالات كثيرة في النواحي الأسرية على وجه الخصوص. فبالتالي إذا بحثنا في هذا الموضوع مليا سنجد أن أكثر أسبابنا التي أدت إلى هذه الإشكالات هي هذه النقطة الجوهرية، وهي البعد عن دين الإسلام أو البعد عن تعاليم دين الإسلام. هذا هو الذي نقوله في مستهل حلقتنا. نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، لازلنا في موضوعنا الأول وهو الإشكالات الأسرية وكيفية يعني النفاذ من هذه الإشكالات، ولا سيما أن كثير من هذه الإشكالات أصبحت تؤدي إلى الطلاق أو أشبه ما يكون بالطلاق، بحيث تصبح الأسرة في جحيم لا يطاق، سواء على مستوى الزوجين أو على مستوى الأولاد. في قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نريد إضاءات من خلال هذه الآية تنعكس على موضوعنا اليوم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء نذكر بأن هذا اليوم هو من الأيام العظيمة التي يتحرك فيها الخطباء والمسلمون في كل مكان دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصادف
أن يكون اليوم حلقتنا أيضا لبوتات بجنة بأمانة بدين أبوتاتنا نفعات يوم نيرم وزوح طبوق تكبرات ما أورثومنا لما تاريخهم نحنا ندقنا لما حلال فلوك زي وتنفعوا كتمهاروا سبقوت كتكونوا جاكانو كتكونوا تاريخكم فلوتوا عب تلفزيون سلام كنا الرخبينا خطاتوا لنا هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. أدمعي سدرا بيت نب أدمعي زخون حبرة السب تمرح بروغراميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الحكيم صالح بهال. أبز بروغرام زي استفالي فلتاتات استفالي تكنيكات أنتي أدمعتي ولدي أدمعتي أنا بيتي نخون حق زنا أدمعي سدرا بيت نسرت أدمعي حبرة السبيا استفالي الاستتات استفالي فلتاتات استفالي تكنيكات مخا أب أواناوي فاميلي سايكولوجيست ومركوسة الاستتات مريضة كامل سئة تتكاتاتولني نقدمكم أب سلام نيتورك بسلام يراقبنا. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد.
الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام إعلامية. لبوتات بجنة بأمانة بدين أبوتاتنا نفعات يمنيرم وزوح طبوق تكبرات ما أورثومنا لما تاريخهم نحنا ندقنا نم حلال فلوك زي وتنفعوا كتمهاروا سبقوت كتكونوا جاكانو ختكونوا تاريخكم فلوطوا عب تلفزيون سلام كنا الرخابينا خطاتوا لنا. نعرب لأخوات نا إسلام مرحتي أسلام كقبروا دلهم عرب كشطوا دلهم سكح يجيبون يابرو اسم ذلوا سبات الله هجرنا نعرب عن شيطاننا بعد دقيات حسنين دقيات بيان برخن تسيني تقول سلزنا بريم تمحبر فقر هاجر يلوم زقبور بتناير بعن حدا اتقنقوا قنقوا عرب زبلو عرب كخون دلو يكون يدخل أفريقيا إنجليشين فرنسا زارب دلو جزءاتنا جزءات كلني زارب دلو إنجليزاوي كونوا فرنساوي كونوا يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد.
هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم بطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. أدمعي سدرا بيت نب أدمعي زخون حبرة السب تمرح بروغراميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الحكيم صالح بهال. أبزو بروغرام زي استفالي فلتاتات استفالي تكنيكات أنتي أدمعتي ولدي أدمعتي أنا بيتين هكون حق زنا أدمعي سدرا بيت نسرت أدمعي حبرة السبيا استفالي الاستتات استفالي فلتاتات استفالي تكنيكات مخا أب أواناوي فاميلي سايكولوجيست ومركوسة الاستتات مريضة كامل سيء تتكاتاتولني يقدمكم أب سلام نيتورك بسلام يراكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أيها الإخوة والأخوات الأكارم، حياكم الله مرة أخرى، ونعتذر عن هذا الخلل الطارئ. ما زلنا مع الشيخ حسن، وقد افتتح كلامه حول موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا العمل هو أجل عمل يتقرب به المسلمون إلى ربهم جل وعلا. إلا تنصروه فقد نصره الله، والله جل وعلا أمرنا بأن نكون حصنا حصينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نذب عن عرضه. لا شك أن المتطاولين يتطاولون لعجزهم عن الوصول لما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العجز أدى إلى أنهم يتطاولون عليه، ولكن الله جل وعلا أراد أن يجري أجره صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلا شك أن الوقفة التي نراها في هذه الأيام هي تنم عن أن المسلمين ما زالوا متمسكين برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن إشكالياتنا والمشاكل التي نعانيها على جميع الأصعدة هي مدارها على أننا ابتعدنا قليلا عن هديه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فبالتالي نرجع إلى شيخنا الشيخ حسن حتى نستأنف الحلقة. بارك الله فيكم شيخ حسن. الله. بالنسبة لموضوع مدخل الحلقة قضية قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا طبعا من الآيات العظيمة جدا في موضوع الاتباع والائتساء والقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين كله يقوم على توحيد الله والتوحيد المتبوع. صحيح. هذا حقيقة الدين اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله في حقيقة التوحيد، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقة المتبوع. فالمتبوع واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق إلى الله يأتي من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علق أو تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله: جماع الدين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. فهذه كل خلاصة الدين. وإنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وحديث أيضا الحلال بين والحرام بين. هذه الأحاديث تجمع عموما هذه المسارات الثلاث. فقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة الذي نلتمس تفاصيل حياته. الله أكبر. وهو ربنا هذا الفرق بين الأسوة والقدوة. نعم. وردت كلا العبارتين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وردت القدوة في قوله تبارك وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. وهنا وردت الأسوة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي إبراهيم. وهنا طبعا ملحظ دقيق جدا، وهو لماذا الائتساء فقط ورد في إبراهيم الخليل وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا الاقتداء ورد في سائر الأنبياء. على كل هذا من الملاحظ سبحان الله القرآنية اللطيفة، وهو قضية الاقتداء يكون في الهدي العام. نعم. الهدي العام، التوحيد العام، الشرع العامة، المنهاج العام. نعم جميل. هذا الائتساء يكون في التفاصيل. لماذا؟ لأن نحن لم نؤمر بتفاصيل شرائع الآخرين، صحيح، لكن أمرنا بتفاصيل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وصفته وتقريره كل ذلك يدخل في الائتساء بغض النظر عن مراتبه. يعني ما من قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مأمورين بأن نأخذ به، فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وأشار إلى أن هذا الترك مقصود، أيضا نحاول أن نلتمس هذا الترك الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي هنا هذه الآية من الآيات الشاملة الجامعة في أن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في كل شيء يكون في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعقدية وتفاصيل ما نريد، كل ذلك يدخل تحت هذه الآية. فإذا أردنا الآن أن نقول بأن والله نحن في موضوع أسري، مشكلات الأسرية، نقول بأن الشريعة ربما فصلت تفصيل كبير جدا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي. صحيح. ويمكن نحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن تفصيل كيف حصل البناء الاجتماعي في الإسلام، بدءا من الأسرة والاختيار. كل ذلك إذا سبحان الله سلك فيه المسلم، العبد المسلم سلك فيه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النهايات تكون حميدة. يا سلام. كلما حاول أن يفارق مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام في الشأن المعين، فإنه يحصل الفتنة التي حذر الله منها في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا أنت مأمور بأن تنظر إلى ما فعل النبي في كل شيء، وخصوصا هذه التفاصيل ذات الطابع الاجتماعي والشعائر جاءت فيها الشريعة بتفاصيل ما تركتها حتى لاجتهادات الناس. كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية، كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الافتراق في الطلاق، كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ما بين الدعوة والجهاد والحياة الأسرية، كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من التعدد بين الأزواج واستطاع أن يضرب نموذج في ذلك. يعني تكلم أحد الفلاسفة الغربيين يقول أعظم ما يمكن أن ينظر إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الانكشاف والوضوح التام لحياته، فلا يوجد شيء من حياته عليه الصلاة والسلام مخبأ ومخفي. يعني كل الزعماء تجد حياتهم يقول لك هذه الحياة الخاصة، النبي ليس هنالك له حياة خاصة. لماذا؟ للأسف للاقتداء. نعم، للاقتداء. يعني أنا حقيقة تعجبت من رجل، يعني سبحان الله، نقل عن عائشة رضي الله عنها تحكي تفاصيل الأشياء اللي يمكن نسميها نحن الآن الرومانسيات داخل الغرفة. فهذا الرجل صحيح. سبحان الله انزعج، يقول هذا نوع من التدخل في الخصوصيات، بينما سبحان الله شخصية غربية أخرى قرأت نفس المشهد يقول ما أعظم هذا الرسول. يا سلام، ما أعظم هذا الرسول الذي أول يفعل هذه الفعلة مع زوجته عائشة رضي الله عنها، وفي نفس الوقت تنقل هذه الحالة ولا ينظر إليها بأنه والله خصوصية. ولا الصحابة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لعائشة إنك من الله نقلت أمرا سرا، بل كان ذلك من حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إلينا كل شيء. يا سلام. ينقل إلينا في حياته عليه الصلاة والسلام تفاصيلها. وبالتالي المجال الأسري تحديدا، بما أن النبي نقل عبر أزواجه كل شيء، نقل عنه طريقة الدخول، نقل عنه طريقة الخروج من البيت، نقل عنه الحياة الخاصة داخل المعاشرة، نقل عنه عندما يحصل غير بين أزواجه عليه الصلاة والسلام وكيف تحل، نقل عنه اختلاف داخل المشكلة تقع ويحصل إنه
تحتاج إلى حل. كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلها بالبسمة، حلها بالضحكة، حلها بالمناقشة، حلها بالعدل بأن يقول لأخرى ردي عليها وخذي حقك، حلها بالنوع من التروي والتحكيم العادل. على كل النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك تجده مطبق لآيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالحياة الأسرية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في داخل بيته يمثل الرجل الزوج. نعم. ربما لا يمثل دور النبي. نعم. لأنه حتى يكون أدعى في الاتساء، نعم، في التأسي، نعم، يعني لابد أن يكون رجلا زوجا في داخل البيت. نعم. وكيف يتصرف مع نسائه في داخل البيت. عموما يا شيخنا، نعم، السؤال المطروح: هل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الأسرية هل كان هناك مواقف فيها إشكالات أو كما يقال مشاكل أسرية؟ نعم. هل وجدت مشاكل أسرية أم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني منزه عن أن يكون عندهم مشاكل أسرية؟ صنت. أولا خلينا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت له الصفة الرسالية النبوية وله الصفة البشرية. نعم. وأشار القرآن إلى الصفتين، له صفته البشرية الرسالية التي هو فيها معصوم. نعم. ولكنه مختلط مع أناس ليسوا معصومين. صحيح. لاحظت؟ نعم. فالنبي حتى لو قلنا في ذاته عليه الصلاة والسلام معصوم ومستعصم. يجمع النبي، أنا أقول دائما، يجمع بين العصمة والاستعصام. العصمة فيما يبلغه عن الله، تمام، والاستعصام فيما يتلقاه عن الله. هذه طبعا قمة الكمال. يعني كثير منا الآن يستعصم. يعني مثلا يوسف عليه السلام قالت المرأة فاستعصم. نعم. ليش؟ لأنه هذا السلوك يحتاج أنه هو يكون عنده موقف، لا يحتاج فقط إلى التدخل الإلهي. التدخل الإلهي فيما يتعلق بالبلاغ. نعم. والله الوحي الذي يتنزل هذا لا يمكن أن يخطئ فيه الرسول. طيب الوحي الذي تنزل كيف يتعامل معه الرسول؟ يتعامل معه بقمة وكمال الاستعصام لأنه قدوة. نعم. فهنا نلاحظ نحن الآن نتفاوت في استعصامنا، منا من يبلغ 70 60 50 30، منا من يكون ساقط كمان، لكن منا من يبلغ مرتبة عالية جدا 99، لكن نادرا من يبلغ 100% إلا الرسل. سبحان الله. الرسل لماذا؟ لأن كمال الاستعصام لمسألة الائتساء. نعم. صحيح. فلو قيل أن الرسول والله يا أخي يمكن أن يقع منه وكذا، لقلنا كيف يكون يجب علينا الائتساء وهو محل إيه؟ نعم. لضعف الاستعصام. صحيح. فالنبي معصوم في البلاغ، مستعصم في الممارسة والسلوك. جميل. وبالتالي هنا في بيته قمة الاستعصام. يا سلام. لكن الآخرين لا نستطيع أن نقول قمة الاستعصام. أزواجه يعيشن الغيرة. نعم. يعيشن الحياة الزوجية. لذلك سبحان الله بعض الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا كثيرا نحن نعيش حالة من التخيل. الآن نحن نعيش حالة من التخيل إذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل. بعض الناس يتصور ما في مشكلة، مش كده؟ لا يتصور. فبعض الصحابة كانوا يتصورون ما في مشكلة. فذهب مثلا عمر بن الخطاب حاول أن يتكلم مع زوجته فاعترضت، فأراد أن يعني يلزمها. قالت له كيف تفعل ذلك ونساء النبي يعترضن عليه؟ قال نساء النبي يعترضن عليه؟ طبعا عمر هذه شايفها كبيرة. نعم. ذهب مباشرة لبنته عليه رضي الله عنه حفصة. نعم. قال أو تفعلين ما تقوله، يعني أمك تقول بأنكم والله؟ قالت نعم والله نجادله وكذا ويغضب ويبات الليل غضبان. أما تخشين من غضب الله ورسوله؟ يا سلام. لاحظ عمر، هذه تعيش الآن حياة كما تفضلت بشرية. هي زوجها صحيح. كل امرأة هو معصوم، هي ليست معصومة. في داخل البيت هو زوجها. نعم. تتعامل معه بهذا المنطق. صحيح. منطق. لذلك لما ذكرت في الحلقة الماضية عائشة رضي الله عنها أنها اختصمت معه، قالت له تكلم ولا تقل إلا حقا. هذه الحالة حالة الخلاف بين الزوج والزوجة، بينما لما لطمها أبو بكر كان ينظر بمنطق النبوة. صحيح. لاحظت منطق أنه هذا رسول وأبو بكر صديق، كيف أنه بنته تتجرأ على رسول الله وهي على. لكن الإجابة باختصار هذه المقدمة تدلنا على أن بيت النبوة فيه مشكلات لا شك، ولا يعاب أن نقول فيه مشكلات. صحيح. الناس كثير أحيانا أن نقول فيه مشكلات كأنه لا عادي. لماذا؟ ليش في مشكلات؟ يعني مثلا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام السهو في الصلاة، أنه كامل عليه الصلاة والسلام. صحيح. قيل لأنه لا بد أن يقع لنعرف الحكم. نعم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة سلم من ركعتين من ركعتين. نعم. قالوا ونظرنا إلى وجهه، لأنه قال وجهه لا يحتمل النقصان،
فكأنه قلق ومنزعج، سلم وهو شاعر بإيه؟ بعدم الكمال. فقيل له أقصرت الصلاة؟ يعني أم سهوت؟ أي أم سهوت؟ قال بل سهوت. فأكمل، قال لو لم يقع. الآن عندنا مثلا 4 5 حوادث سبحان الله في السهو للنبي صلى الله عليه وسلم بني عليها فقه السهو كله. يا سلام. بعضها قبلي، بعضها بعدي، بعضها شك. صحيح. فلو لم يقع هذا السهو لما استطعنا اليوم أن ننشئ هذا الفقه العظيم الذي نتناوله في باب وبطبيعة الحال النبي عليه ربما يقول نعم، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام نعم. أبلغ صحيح في إيصال الرسالة. نعم. ولذلك في صلح الحديبية، في صلح الحديبية نعم. أم المؤمنين فقهت هذا نعم. الفقه. نعم. فقالت اذهب يا رسول الله واحلق رأسك. نعم. سيبتدرون. وبالفعل صح. فلذلك وجود مثل هذه الإشكالات نعم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي انعكاس علينا كأمة. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في حياته إشكالات ولكنه تجاوزها. نعم تفضل. فيقع الإشكال داخل بيت النبوة، وهنالك مشكلات وقعت بالفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في داخل أزواجه. مثلا أعظم مشكلة وقعت كان لها علاقة سبحان الله بموضوع الطلبات اليومية، نسميها نحن موضوع المصاريف. نعم. حاصرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأحطنا به أمهات المؤمنين يطالبنا بالنفقة، والنبي ليس له شيء، فجالس وينظر إلى السماء وينتظر حكم الله فيهن. ما استعجل وليس عنده شيء، والنساء محاطات به، والصحابة رضوان الله عليهم يطرقون الباب ولا يدخل النبي أحد منهم. أخيرا جاء أبو بكر فاستأذن على النبي فأذن له، ثم جاء عمر فاستأذن، قال ما بي. فأبو بكر الصديق يبدو أنه أدرك الإشكال، قال والله، وعمر أظنه، قال والله يا رسول الله لو رأيت أم فلان اللي زوجته تطالبني بكذا بالنفقة ويبدو عليه يعني تعامل معها بعنف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه بنقول نحن والله حاولت تطالب حقها فصفعها مثلا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما ترى يحطن بي وهن يردن النفقة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى فيهن آيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا متعكن وسرحكن سراحا جميلا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واحدة: والله من تريد تواصل معي هذا المشوار، مشوار الدعوة إلى الله والنبوة والرسالة الذي اخترت فيه من بداية الدعوة، أريد عبدا رسولا. الله خيرني بين أن أعيش حياة الملوك وأنا أعيش حياة العبيد، فاخترت العبودية. أجوع يوما وأشبع يوم، هذه طبيعتي. فمن تريد أن تقطع معي المسيرة، الحمد لله. سبحان الله، كل أزواج النبي اخترنا الله ورسوله، يا سلام. ما في واحدة. لكن هذه ذكرتها كمشكلة، لاحظ الآن مشكلة، وهذا علينا أن نتصور وقعت في بيت النبوة وستقع في كل بيت. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليهن ذلك. نعم. والله جل وعلا نعم. هنا الموقف موقف رجل زوج يخير امرأته. صحيح. ليس موقفا نبويا. نعم. بحيث تلزم هذه المرأة صحيح. أن تعيش معه على أي حال كان. ولو فعله ولو قاله للزمهن. نعم. بحكم الإسلام والإيمان. سبحان نعم. الله. فشيء عجيب. سبحان نعم. الله. هذه سبحان الله، انظر إلى كمال هذا. أول رفعنا مقاما. لماذا؟ لأنهن اخترن الله ورسوله. هذا كان اختبار، رفعهن الله، لأنه ما في واحدة منهن قالت والله هذه الحياة أنا لا أطيقها، أنا أريد حياة أخرى. لا، بل حفصة رضي الله عنها وعائشة كليهما اللحظة التي دخل أبو بكر قلنا والله لا نسأله بعد الآن. سبحان لا نسأله، وكلهن عشنا معه على هذه الحياة، مع أن الله سبحانه وتعالى لما رزقه عليه الصلاة كان يعطيهن، ما عنده مشكلة. لكن لما لا يكون عنده شيء يجب عليهن أن يصبرن. لماذا اخترنا؟ لأنهن اخترن الله ورسوله. هذه مثلا واحدة من المشكلات. صحيح. التي وقعت في بيت النبوة. مشكلة ثانية مشكلة غيرة، وهذه كثيرة. صحيح. مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية وجدها تبكي، قال ما يبكيك يا صفية؟ قالت حفصة، قالت لي أنت بنت يهودي. عابتها بأبيها، وهو معروف حيي بن أخطب. نعم معروف عدو رسول الله. فقال لها كيف تعيب عليك وأنت ابنة نبي وعمك نبي وزوجة نبي، يا سلام، فمن أفضل منك؟ لاحظ النبي ثم نظر إلى
ذهب إلى حفصة وقال لها اتق الله يا حفصة. يا سلام. لاحظ سبحان الله كيف ذكر هذه، وهو يدرك أن المقام كله مقام مناكفات زوجية. ما جعل من القضية مشكلة مع حفصة ليطلقها مثلا، ولا جعل أيضا الأمر مقبولا ولم يؤبه به، بل وضعها في موضع الافتخار يا سلام. بفم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. لا تستطيع بعد كده حفصة أن تقول شيء. لماذا؟ لأن هذه خلاص ذكر لها سلالتها، والقضية إذا قضية أنساب وأبوة أنت جمعت ثلاث، أب وعم وزوج، يا سلام. فمن مثلك. لاحظ، فطيب خاطر زوجته عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت وبخ أو ذكر حفصة بأن عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها أن. هذه مثلا مشكلة أخرى. مشكلة ثالثة وقعت أيضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن كانت هنالك دائما منافسة بين زينب وعائشة. نعم. فحصل بينهن ملاسنة كلامية، والنبي صلى حاضر. دخلت زينب دون أن تستأذن على عائشة رضي الله عنها، فبدأت تتكلم وتتجاوز الحد، وعائشة رضي الله عنها تصرف وجهها عنها رعاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ثم قال لعائشة يا عائشة دونك فانتصري، خذي حقك. خذي حقك. قال فردت عليه فأسكتها، قالت ما تكلمت بعد أن ردت، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ على هذا موقف مغاير. هذا لاحظ الآن هذا الموقف، لأن هذه قريبته طبعا، نحن صحيح. نعرف زينب طبعا قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوجه، وكلاهم. هذا موقف مثلا تعامل معه بمنطق العدل، إنه والله أساءت إليك تسيء إليها، تكلمت ردي عليها، هذا منطق العدل. قال دونك فانتصري. نعم. وهذه طبعا موجودة في آية الشورى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فطبيعي أن ينتصر الإنسان لنفسه. فعلى كل الشاهد في ذلك حصلت مثل هذه المشكلات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصلت مثلا آية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. نعم. حصل فيها أيضا هذا المقام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه السلام طلق؟ النبي عليه الصلاة والسلام نعم طلق. نعم. طلق طلاقا بائنا، وطلق طلاقا أيضا رجعيا. هذه كله وارد عن يعني يحصل، يحصل بطبيعة الحال، يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، مقام الائتساء كله ستجده عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ما عندك يعني لا تكاد تقول بأن هنالك مجال لم يفعله النبي. لذلك ليس هناك عذر لأحد نعم. أن يقول أنني لم أجد حلا لإشكاليتي. لا، ما عندك حل. يعني بيت النبوة إذا درسناه دراسة تامة في حياته صلى الله عليه وسلم سنجد فيه كل شيء. كيف تستقر الأسرة، كيف تتعامل مع إشكالياتها، كيف يطلق الرجل إذا وقعنا وصل الطلاق. نعم. كيف يحصل الصلح إذا كان. نعم. لأن الطلاق يعني ليس من الأشياء المحرمة، إنما هو سبيل للخلاص من حياة لا يمكن استمرارها، وهذا تمثل في حياته صلى الله عليه وسلم. حتى طبعا يا شيخنا الوقت يداهمنا، ولكن سودة رضي الله عنها وكأنها رضي الله عنها يعني طلبت أو أشارت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل يومها لعائشة. لماذا؟ أحسنت جزاك الله. طبعا سودة يعني أول من كبار النساء وكبار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السن سنها متقدم. نعم. وسواء كانت المرأة سنها متقدم أو هي صغيرة في السن لا بد أن تأخذ ليلتها. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه كان يشعر بالحرج في موضوع سودة تحديدا في قضية المبيت، يعني نعم. هي كبيرة في السن وقد لا تكون بتلك الحاجة، فأبلغها، يقال إنه أبلغها أو بعث إليها أو كلمها في الطلاق حتى يخرج من حرج عدم القيام بحقوقها فيما يتعلق بالمبيت. فسودة قالت يا رسول الله لا رغبة لي في الرجال، أنا هذا الموضوع، لكن أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة، فلا تطلقني. سبحان الله. شوف، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامة العدل، فلما تنازلت هي عن حقها في المبيت تعامل الآن بمنطق المروءة والفضل والإحسان، إنه والله هذه المرأة الحريصة على البقاء معه فقط لمرافقته عليه أن لا يفقدها. ولماذا تنازلت عن يومها لعائشة؟ عليك النور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل نساء النبي بإجماع كنا يدركن مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا دائما يعني يشهدن بذلك ويعرفن أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى من تكلمه دائما في عائشة بسوء كان يرد عليه.
لماذا؟ لأن كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قالوا عن الرجال نسألك يا رسول الله، قال أبو بكر أو أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا شديدا، فكأنما أرادت هي أن تلامس هذه الجزئية التي تدركها في النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الفطرة أنه يحب عائشة، فتنازلت عن، وهذا طبعا سبحان الله من كمال الحب أن تلامس ما يحبه المحبوب، أن تلامس ما يحبه. فهي تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فأرادت أن تجعل ليلتها ونوبتها لعائشة، وقد كانت نوبتها لعائشة رضي الله عنها. طيب، قضية الآن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من غيرها. نعم. فهل ألا يدخل هذا في باب العدل بين النساء؟ يعني طبعا نحن الآن سنتكلم يعني عرضا أنه يجب على الرجل المعدد أن يعدل بين نسائه، ولكن هذه المحبة أليست تدخل في العدل؟ وكيف ذلك؟ وسبحان الله حياتنا كلها لو أردنا أن نؤسسها على الحب لاستحالت. نعم. الحب أمر قلبي. صحيح. الشريعة جاءت لتضبط هذا الأمر القلبي ألا يترجم إلى سلوك عملي وفعلي بما يوقع الظلم. يا سلام. لاحظت؟ يعني كونه جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه، وهذا الرجل يعرف أن عمر يبغضه، وكأنما أخبره أن لا أحبك. قال يا عمر أو يمنعك الحب من العدل؟ قال لا. قال إنما تأسى على الحب النساء. قضية إنك تحبني ما لا تعنيني أنا يهمني في هذه أنت والي وحاكم يعطيني حقي فقط. صحيح. طبعا نحن نقول العلاقات بين المؤمنين يفترض أن تقوم على الحب، لكن في حدها الأدنى يجب أن تقوم على العدل. جميل. نسعى للحب، نكون متحابين، لكن نؤسسها على إيه؟ على العدل، وهي ألا نتظالم. إني حرمت الظلم بينكم فلا تظالم. حرمت الظلم على نفسي. يعني كوني أحبك، فأنه يحب عائشة لا يعني مثلا أنه كان يبيت عندها أكثر، كان يحابيها لا. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي هذا قسمي فيما أملك. اللهم أنا أملك شيء واحد، أملك العدل في المبيت، أملك العدل في النفقة، أملك العدل في السكن، أملك العدل حتى في السفر. كان النبي يقرع بينهن. لاحظ كونه يحبها ما كان يأخذها في كل سفرة. جميل. كان يحرص إنه والله تكون عملية السفر. إذن الحب لم يجعله يحيد عن العدل، وهو المطلوب، هذا الذي يملكه النبي. أما قضية إنه والله يميل إلى فلان ولا يميل إلى فلان، في أبنائك الآن، في أبنائك تجد أن نفسك تحب فلان. صحيح. هذا الولد الذي أحببته يجب أن لا يحظى منك مثلا بمعاملة صحيح تفوق معاملة إخوانه الآخرين. جميل. هذا يقع في الظلم. فهذا تقريبا موضوع العدل هو المطلوب في الحياة الزوجية. هو كان يفترض الآن أن نتطرق إلى الحادثة التي هزت ليس فقط بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكاد أقول أنها هزت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تبق بيتا إلا ودخل فيه هذا الاهتزاز. نعم. وهي حادثة الإفك. نعم. وهي تعتبر ربما أعظم مشكلة وقعت في بيت النبوة. وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشكلة، وكيف كانت نتائجها، هذا قد يعني سنحتاج فيه إلى وقت طويل. ولكن نريد فقط الآن يا شيخنا باختصار ما هي حادثة الإفك اختصارا. نعم. حادثة الإفك، ثم إذا أمد الله في الأعمار الأسبوع القادم ربما نتطرق إلى هذه الحادثة بإسهاب. حادثة الإفك طبعا من الحوادث التي دونت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من حيث ثبوتها قطعي ولا مجال فيه. هي ثابتة وواردة في السير وواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وبالتالي هي من حيث ثبوتها قطعي. وهي باختصار شديد أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزوات أقرع بين نسائه. فهذه المرة كانت القرعة لصالح عائشة، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله في غزوة بني المصطلق. نعم. وبينما هو في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت عائشة إلى الخلاء، طبعا معسكر، فأبعدت عن الجيش لتقضي حاجتها. نعم. وفقدت قلادتها، وبينما هي تبحث عن هذه القلادة والدنيا ليل طبعا، تحرك القوم وكانوا يظنون أن عائشة موجودة في هودجها. ولماذا ظنوا أنها موجودة؟ لخفتها،
نعم. عائشة رضي الله عنها طبعا كانت خفيفة الوزن ولم تكن ثقيلة، ولما يكون والله يحمل 4 أو 5 أشخاص الحمل على الهودج على الجسد، تجد أن الوزن لما يتقاسم على هذا العدد لا يشعرون به. نعم. فهم على كل ظنوها موجودة عائشة رضي الله عنها، وذهب القوم، وعائشة رضي الله عنها تظن أنهم سيعودون إليها يتفقدونها، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم تصورت أنه يتفقدها، والنبي لم يلتفت إلى هذا الموضوع. ثم وجد في نفس الموقع اللي هو أمية صفوان نعم صفوان بن معطل. صفوان أيضا كان من يقال أنه كثير النوم، أيضا تخلف من الجيش بسبب أنه نام، أو أنه على كل كان عنده مشكلة بتاعت جمل أو كده، فصادف في صبيحة هذا اليوم عائشة رضي الله عنها فعرفها، فأناخ لها البعير وحملها ولحق بها. هنا طبعا المنافقين جعلوا من هذه القضية كما يقال قضية رأي عام، وذهبوا مباشرة إلى الأسوأ. وذكرنا نحن سبحان الله يوقع الله تبارك وتعالى من الأقدار ما يتطلبه من الأحكام. سبحان الله. هذه يعني حكمة من حكم الله سبحانه. نعم. يعني أحيانا لو لم يكن حادثة الإفك، كثير من الأحكام المتعلقة الآن بالأعراض والاتهامات وكيف يكون الشخص إذا وقعت منه هذه، ثم مسألة الظنون، وبعض الناس كيف أنهم سبحان الله ينجحون في حسن الظن، وآخرين يسقطون في سوء الظن. هذه الحادثة كما تفضلت كشفت المشهد كاملا. الله عز وجل لما قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سبحان الله. فكشفت سبحان الله هذه الحادثة كيف عائشة رضي الله عنها ما عندها خبر، والقوم يتكلمون وهي ما جاها المعلومة، آخر من تسمع رضي الله عنها، والشارع العام كله بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول يتكلمون عن عائشة والله ما سلم منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عائشة عفيفة، ويعرف أن هذا الصحابي قال والله ما دخل على أهلي إلا معي، يعني ليس من الذين يتكررون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنما يقول النبي هنالك يمكن أن يشتبه في شخص معهود عنه الدخول على بيت النبوة دون وجود النبي لا، هذا الصحابي عرف عنه في سلوكه أنه لا يدخل بيت النبي إلا إذا كان النبي موجودا، وما عرف النبي صلى الله عليه وسلم شبهة في زوجته. يعني لا يمكن أن تقع الأمور دون مقدمات كما يقال، يعني هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل تعامل مع هذا الموضوع بكل روية وبكل هدوء. أول من جانب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق ولا يقع في التهمة دون بينة، وليس أمامه بينة، وليس هنالك نص من كتاب الله يخبره أو خبر من السماء يخبره ببراءة زوجته أو وقوعها في إشكال. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتعامل بتهدئة الرأي العام كما يقال، يحاول أن يقول يعني يرسل رسائل بأن والله هذا الموضوع أنا أعرف زوجتي وأعرف هذا الشخص الذي أنتم تتهمونها فيه. ثم في نفس الوقت وهذا الأجمل ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم سلطاته العسكرية والأمنية كما يقال. لاحظ هذا الحدث كان يمكن أن يحول المدينة إلى دماء. صحيح. كان يمكن لأي شخص في يده سلطة وفي يده جيش وفي يده رجال لو أمرهم أن يخوضوا البحار لخاضوها، ما بالك لو قال له اقتلوا فلان. صح. الاستطالة على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والاستطالة على عرضه عليه. ومع ذلك ضرب المثل الأروع في كيف يكون الرجل وهو في قمة السلطة ويملك أدوات القهر، ومع ذلك يصبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله ما ملك في الكون رجل من القوة كما ملك رسول الله، ولكنها كانت تحت قدمه ولم تكن على الآخرين. كم من أناس سلطة بسيطة تسلطوا بها على الناس وأبادوا شعوب وأبادوا لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظل هذا الرجل الذي يعاديه إلى اللحظة الأخيرة ينزل على قبره عليه الصلاة والسلام ليدفنه. عجيب. لاحظ هذا لماذا؟ هو رسول، ولا بد الناس أن تتبع هذا النهج. ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أصلابه شباب مخلصين صحابة. صحيح. نفس هذا المنافق كبير ابنه من أحب الأشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة ضرب لنا نموذجا فيما يتعلق بالتأني وعدم الأخذ بالظنون وعدم
الذهاب إلى حمية الجاهلية، يعني رجل بمجرد اتهمت زوجته يذهب ويقتلها، كثيرا ما تحصل الآن. صحيح. ولا يتثبت ولا بل ربما يعتقد أن الرأي العام هذا الذي يؤثر عليه يندفع معه وقد يرتكب جريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه في هذا الحدث العظيم كان خير. عائشة رفعت مقاما، وإلى يومنا هذا عائشة سبحان الله فيصل بين المؤمنين والمنافقين، فلا يقع فيها إلا منافق ولا يحبها إلا مؤمن. هذه عائشة رضي الله عنها. فبالتالي في هذا المقام سبحان الله برئت عائشة رضي الله عنها. وكانت تقول والله ما ظننت أن الله ينزل علي قرآن، كنت أظن أهون من ذلك، بس أن الله يري رسوله رؤية. يرينا رسوله. على كل حال اللمحات التاريخية لهذه الحادثة تدلك أن تأخر الوحي في هذا الأمر كان لحكمة عظيمة. فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أجلة الصحابة. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عائشة رضي الله عنها بعد أن عرفت بهذا. وسألها حتى نعرف أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام هن من البشر. يمكن أن يقع منهن الخطأ، فلذلك قال لها يا عائشة إن كنت قد أصبت ذنبا فتوبي. انظر يعني وإن لم تصيبي فسيبرئك يعني لا يبرئها، يعني لا زي ما تقول ليس هو الذي يستطيع أن يبرئ ما في داخلها. فبالتالي أشار لها أن كانت أخطأت أن تتوب. وهكذا سنستأنف إن شاء الله. أيها الإخوة الأكارم، لا زال الأمر قيد البحث وقيد الطرح، لأن هذا الموضوع يؤرق الأسرة المسلمة. أقصد موضوع الإشكالات الأسرية، ولربما سنستأنف الأسبوع القادم أيضا في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. وحادثة الإفك هي من أعظم حادثة وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حتى نعرف كيف يعالج الرجل مثل هذه الإشكاليات مع زوجته التي يأمنها ويأتمنها، وأنه يمكن أن يقع الخطأ ويمكن أن يقع الافتراء كما وقع على عائشة رضي الله عنها وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماواته. نلقاكم الأسبوع القادم بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.